الصحيفة الجنائية بتاع جمال الوكيل. ما عندوش سوابق ولا أي قضايا من أي نوع. والتحريات الشفوية؟ يلا يا راجل اخلص. اللي عرفته إنه اشترى الورشة دي في الحرفيين من أكتر من 20 سنة. كان جاي من الصعيد هو وأخوه زي ما قال للمعلمين هناك، وبدأوا يشتغلوا لوحدهم. كانوا صنايعية شطار وربوا زبون، وبعدها كان من أوائل الناس اللي اشتغلت في استيراد قطع الغيار. ومع السنين شغله كبر ووسع لحد ما بقى أكبر تاجر هناك، وكل الناس هناك بتكبره وبيتكلموا عنه كويس، من أصغر صنايعي لأكبر معلم. لازم الراجل ده يكون وراه أي حاجة في أي حتة. مش شيطاني كده هيفكر يقتل. بس احنا برضو مش متأكدين من الموضوع ده يا فندم. لا، ما عندناش دليل حاسم. أنا متأكد إن الراجل ده وراه إن. هو الحقيقة في حاجة واحدة بس اللي غريبة عنه. قبل ما يجي الحرفيين مفيش حد هناك يعرف عنه أي حاجة. إزاي يعني؟ يعني هو جاي منين من الصعيد؟ جاب الفلوس اللي اشترى بيها الورشة دي امتى؟ هو فجأة بقى من أكبر المعلمين هناك، هوب كده شطون. حتى عيلته مفيش غير أخوه هو اللي شغال معاه، محدش يعرف له أي قرايب تانيين. يعني ده الكلام اللي عرفته من الناس اللي هناك. بص يا مصطفى، عايزك تلم لي كل اللي صورته كاميرات المراقبة في جاردن سيتي. عايزين نعرف خط سير العربية وهي داخلة وهي خارجة، يوم الجريمة وقبله. لازم نعرف مين اللي مسح كاميرات المراقبة في المربعية. ده ممكن يوصلنا لحاجة. قدم شوية كمان شوية. طيب انا عايز الفيديوهات دي على الفلاشة اللي اديتها لك. تمام. ايه الاخبار عنك يا حسن؟ يا عم ما جاش، كنت عرفت. انا مش عايز ابن المراكب ده ينط لي كل شويه في البيت. هو مش جالك المرة الجاية في الورشة؟ أكيد هيظهر. بابا، ايوه يا حبيبي. في حد على الباب عايزك. ما قالش مين؟ لا ما قالش، بس هو جه هنا قبل كده. في حاجة ولا إيه؟ يكفي الوقت يا حسن، نلعب مع اخوك. هشام بيه، اتفضل يا باشا اتفضل. أنا مش جاي لك بشكل رسمي. اكيد حاجه تخص سلمى بنتي والقضيه بتاعتها. خير. مش جاي عشان ده برضه. امور سعادتك. يبقى حكايه الكابتن عبد الرحمن دي اللي سعادتك ولا حققت حتى فيها. عن عبد الرحمن. امال ايه سعادتك؟ أنا عايز أعرف منك اللي حصل مع كريم. كريم مين يا باشا؟ برضه يا جمال؟ برضه ايه اللي برضه سعادتك؟ ما انت بتقولي كريم، كريم مين؟
الطب الشرعي اثبت ان كريم اتقتل ما انتحرش. ولعلمك القضيه دي مسكها ظابط تاني غيري، عشان كده بقول لك انا جاي لك بشكل غير رسمي. طب سعادتك انا دخلي ايه بكريم وما كريمانش؟ انا في بنتي اللي اتدفنت ولحمها لسه حي. هو ده اللي يخصني، هو ده اللي يهمني. وانا مقدر اللي انت فيه. انا كل الفتره اللي فاتت كنت بفكر لو كنت مكانك كنت عملت ايه. لو عرفت اللي عمله كريم ده مع بنتي، لو شفت الفيديو الزفت ده بعيني، لو كريم ده كان قدامي كنت عامل فيه ايه؟ يا ترى كنت هفتكر القانون ولا لا؟ ايه اللي الاب المفروض يعمله في موقف زي ده؟ لو اعترفت هتاخد حكم مخفف. خليني اساعدك، خليني اساعدك. جهاد خليك جوه مع العيال، هخلص مع هشام بيه واجيلك. انا سمعت اللي هشام بيه جاي علشانه. ايه اللي يخليك تصنطني؟ ايه؟ ادخلي مع العيال جوه، هفهمك كل حاجه. لا، انا في حاجه عايزه اقولها له. هكلمك انا بعدين. هو انت ازاي تجي بيتنا في الظروف اللي احنا فيها دي وعايز تتهم جوزي بانه قتل؟ انت شغلك انك تلاقي اللي قتل بنتي انا. بقى بدل ما تيجي وتقول لنا انك لقيت اللي اخد بنتنا، جاي عايز تاخد جوزي كمان؟ عايز تعرف جمال كان فين يوم ما كريم الزفت غار في داهيه؟ انا عرفت من الفيس ان هو مات يوم الاثنين. عايز تعرف جمال كان فين؟ انا هقول لك جمال كان فين. جمال كان هنا على الكنبه دي، قاعد وسطنا ووسط عياله، بيطبطب عليهم ويحضنهم لما بيعيطوا على اختهم اللي ماتت. انا كل يوم بسترجى من ربنا دخلتك عليا عشان تبرد لي ناري. يوم لما تيجي جاي تسأل عن الكلب اللي اسمه كريم، اللي لو كان اتقتل زي ما انت بتقول يبقى يستاهل 100 مرة يتقتل جزات اللي عمله في بنات الناس. لكن انت لو فعلا عايز تعرف مين اللي قتله، روح دور عليه في حتة تانية، عشان اللي قتله مش في البيت ده. المرة الجاية لما تيجي يا ريت تيجي تقول مين اللي قتل سلمى. ايوه مصطفى. مش عايزك تصدقي كلمه واحده. قتلته؟ الظابط ده بيكذب. انا عارفه ان في مسدس تحت الجاكيته اللي انت لابسها دي، زي ما انا عارفه حاجات تانية من غير كذب. انا عايزه اعرف ايه اللي حصل. عارفه ايه يا جيهان؟
تلوعنيش بالكلام يا جمال. انا اللي دلوقتي عايزه اسمع منك انت غير اللي حصل. بلاش اسمعي كلامي، بلاش. الظابط اللي لسه ماشي دلوقتي كان بينه وبينه انه يكلبشك كلمه واحده منك، وانا اللي وقفتك. اظن من حق الكلمه دي تقولها لي انا.